ما كانتش صاحبتي وبس، دي كانت أختي، وأغلى كمان من أختي، صاحبة عمري، سري معاها وسرها معايا. كنا مش بنسيب بعض أبدا، وبسبب ارتباطنا الشديد قررنا نسكن في نفس الشارع. كنا بناكل مع بعض ونشتري حاجتنا سوا، نتفسح مع بعض، وكل اللي يشوفنا كان يفتكرنا فعلا اخوات. لحد ما قررنا نعمل بيزنس سوا، بدأنا ننجح وعلاقتنا زادت قوة. عدت سنة والبيزنس كبر، لحد ما حصلت مشكلة كبيرة قوي خسرنا فيها كل حاجة، وبالورقة والقلم كده هي اللي بوظت الدنيا. أنا كنت واثقة فيها ثقة عمياء، ما كنتش براجع وراها ولا حاجة ولا بتدخل في قراراتها، ومع ذلك شايلتني أنا الذنب كله. قلت لها مش مهم الفلوس خالص، المهم صداقة العمر اللي بينا. فوجئت بيها بتشتمني وتهددني. تصدقي كمان قالت لي أنا هحبسك، وبدأت تشهر بيا في كل حتة وسط كل معارفنا وصحابنا. وأنا برضو عذرتها، قلت معلش أصلها خسرت كتير. حاولت أكلمها تاني عن العشرة والصداقة وأفكرها بسنين عمرنا اللي قضيناها سوا، وكنت بعمل كل ده وأنا برضو خسرانة زيها، ويمكن أكتر منها كمان. لكن رد فعلها كان صادم جدا. اكتشفت إن عمرها ما حبتني، وكل ده كان تمثيل، وأنا اللي كنت ساذجة قوي لدرجة إني كنت بفضلها حتى على ولادي. أنا كنت تقريبا عبدة ليها وأنا مش واخدة بالي، في أي وقت تطلبني تلاقيني. اكتشفت إني بعد ما بعدت عنها إن ولادي وجوزي كانوا مفتقديني بسبب وجودها. عييت جدا وجالي السكر بسببها، وبعد وقت كتير بدأت أرجع أعيش حياة طبيعية. والزمن لف ودار، ودلوقتي هي موصلة ناس علشان نتصالح. تخيلي. في مثل بيقول لو بتحب حد لا تشاركه ولا تناسبه، بس كتير قوي بيبقى العكس صح، ان لما اكون مرتاحة لحد وصديق اشتغل معاه. في بعض الكلمات قلتيها انا مش موافقة عليها خالص. مهما حبيتي ومهما وثقتي لا اكون عبدة ليها ولا ثقة عمياء. ده احنا اولادنا نفسهم بنقول دايما لازم ما نثقش فيهم ثقة عمياء عشان لما يغلطوا نلحقهم. انتي اهملتي شغلك، انتي بتقولي انا عملت ده عشان يبقى القرار كله في ايديها. هو الحقيقة مش كده، انتي كمان اتكلتي عليها. هي لما خسرته شايلتك الذنب، ما انتي فاهمة كويس قوي النجاح له اب واحد والفشل له 1000 اب. المشكلة اللي موجودة عندك إنها بدأت تتكلم عليكي وحش وتشهر بيكي وما تكونش بالمستوى اللي انت كنتي منتظراه. موضوع إنها بتستغلك أو لأ، أنا أحب ناخد الغلط على حجمه. انت بتقولي إن انتوا الاتنين اتشاركتوا زي بعض. ما كانتش بتحبك؟ لأ، هي كانت بتحبك بس برضو الفلوس بتحبها، ولما خسرت كانت الفلوس كمان غالية عندها. بس في نفس الوقت مش دي الصحبة اللي ممكن تكون أغلى من أختك. بتقولي إنها بتعتذر، أعمل إيه؟ أنا عموما ضد القطيعة، ومش معناه إن إحنا نرجع صحاب، بس أنا ما بحبش خالص إن يبقى في صفحة مقفولة بقطيعة. عايزة تعتذر، ده حقك في الاعتذار، تعتذر. عايزة تقول أنا غلطانة، حقك برضو تقولك أنا غلطانة. إحنا كده مش متخاصمين، بس إحنا مش هنرجع تاني متصاحبين.